لو هتبدأ على اليوتيوب ما ترفعش سقف توقعاتك. دي أهم نصيحة وأهم كلمة بوجهها لأي صانع محتوى، لأنك في البداية لو متوقع أول فيديو ترفعه يجيب لك ملايين مشاهدات ولا على حتى مئات المشاهدات، انسى الكلام ده خالص، إلا لو أنت طبعا بتصنع محتوى بطريقة صحيحة، مهتم بالصورة المصغرة والعنوان والوصف، وفاهم يعني إيه سيو وكلمات مفتاحية وازاي تظهر للناس المهتمين فعلا بالمجال بتاعك. غير كده ما تستناش المشاهدات، ولازم تطور نفسك وتتعلم مع الوقت. وخليك عارف انك في البداية مشاهدات هتبقى قليلة ومشتركين هيبقوا قليلين والدعم هيكون قليل، وما تستناش دعم حتى من اقرب الناس ليك، لان محدش هيدعمك، انت اللي هتدعم نفسك وانت اللي هتصنع محتوى تشجع نفسك. ولو انت ما استمرتش محدش هيقولك تستمر، ولا حد هيقولك انت فين وما بتعملش فيديوهات ليه. فلازم تستمر ايا كان وتعمل فيديوهات وتستمر بالجدول اللي انت ماشي عليه، والنجاح بيجي مع الوقت مش بيجي بضربة حظ زي ما هما بيقولوا. ومع الاستمرارية في انشاء المحتوى اليوتيوب هيعرف انت بتقدم محتوى ايه ويرشحك للناس المهتمين بالمجال بتاعك ده، لان الخوارزميات بتحتاج وقت علشان تعرف المحتوى بتاعك ده موجه لمين وبيتكلم عن ايه وتظهرها لمين. فلازم تستمر علشان تساعد الخوارزميات ان هي تعرف محتواك موجه لمين في اسرع وقت، ويتم اقتراح الفيديوهات بتاعتك للناس المهتمين ومشاهداتك تبدأ تعلى والمشتركين تبدأ تزيد. وبس كده، ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.